مرحبا ويعطيكم العافية. طبعا أهمية فوز برشلونة يوم غد في مباراته أمام إسبانيول مش بس إنه بتتوج بالدوري، ولكن هي أكيد إنها بتكون لها أهمية وطابع خاص لدى جمهور برشلونة، كونه إسبانيول هو الفريق المنافس لهم في المدينة، أو مش المنافس، خلينا نقول هو الديربي، بحكم إنه في تفاوت بين المستويات بين برشلونة وبين إسبانيول. ولكن أيضا إسبانيول بينظر لهي المباراة بشكل كبير، أولا إنه بده يتفادى الهبوط، لأنه إسبانيول في مراكز الهبوط حاليا، وعنده 3 نقاط مهمة جدا إنه يتفادى مرحلة الهبوط. وثانيا إنه اسبانيول بيحاول انه ما يتوج برشلونه في ملعبه، وما يتوج برشلونه في حضوره، يعني بعد الفوز عليه، لانه بتعتبر انتصار ثاني لبرشلونه غير تحقيق الدوري. اذا بتتذكروا قبل سنتين او 3 تقريبا برشلونه انتصر على اسبانيول، ورسميا اعلن هبوط اسبانيول للدرجه الادنى، فهي كانت ضربه موجعه على اسبانيول، وكان حتى لانه برشلونه ما حقق الدوري كان انتصار لبرشلونه انه هبط، هو اللي هبط فريق اسبانيول اخر شيء بعد فوزه عليه. فاكيد هاي الامور تصنف في كرة قدم هي مثيرة، وعشان هيك مباراة اسبانيول وبرشلونة في ملعب اسبانيول اليوم غد تعتبر مباراة صنفت في اسبانيا كعالية الخطورة. يعطيكم العافية.